ورد وشوكولاته خلص، بس ام شيماء لسه ما خلصتش. طالعه ليل نهار على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام، وتلاقيها على التيك توك وتلاقيها في كل حته، والناس عماله تستضيفها وفرحانه بيها، وكأن ان هي دخلت التاريخ من اوسع ابوابه. ايه اللي بيحصل وايه اللي ام شيماء عماله تعمله وهي عايز توصل لايه بالظبط؟ تعالوا نشوف. طبعا كلنا شفنا مسلسل ورد وشوكولاته بتاع زينة ومحمد فراج، واللي هو تقريبا كان بيحكي عن قصه قصه حياه المذيعه اللي اسمها شيماء والمستشار اللي كان متجوزها وقتلها وخد اعدام في المحكمه. طبعا في تشابه كبير بالاحداث، بين الشخصيات وبين الاحداث اللي بتحصل، وحتى نظرات العين وحتى بعض المواقف والتصوير مش عارفه والكلام ده. بس المسلسل عشان يهرب من المساءلة القانونية قال ان اي تشابه ده ما يعنيش ان القصة حقيقية، هي مجرد تشابه في الاحداث. لكن ام شيماء طلعت قالت ان دي قصة حياة بنتي بالتفصيل، ووصفت كل حاجة بتحصل، كان بيحصل هنا كذا وكان بيحصل هنا كذا. ولقينا فعلا ان اغلب المشاهد او اغلب الاحداث كانت هي اللي حاصلة في حياة شيماء اللي جوزها قتلها. ماشي. طيب دلوقتي بقى ام شيماء، طبعا الترند خلص والمسلسل خلص، وانا غالبا بقول ان المسلسل خد الترند او الزخم بتاعه من خروج ام شيماء نفسها على على السوشيال ميديا، عشان تقعد تحكي قصص وتحكي حواديت، فالناس تروح تتفرج على ام شيماء وتروح تقارن اللي بيحصل في المسلسل. بس ام شيماء زودتها من ناحيه ان هي كل ساعه والتانيه بقى بدل ما انا قاعده حزينه على بنتي، او انا فرحت ان بنتي حقها جالها لما المستشار ده خد اعدام والقاضي حكم عليه بالاعدام هو والجاني التاني اللي كان معاه، لا انا بدات بقى اركب الترند، بدات اتكلم عن صاحبتها اللي هي اسمها علياء او لا وطياء، بدات اقول ده انا كنت عروسه زمان واموره، ده انا كنت جايبه لها مش عارفه اسوره ولا خاتم الماظ ب 40,000 جنيه، معرفش الماظ ب 40,000 جنيه ده. المهم برضو طبعا هي ماسكه الترند. يعني بصراحه نقول مرتضى منصور يتراجع للمركز الثاني وام شيماء تاخد المركز الاول. شتيمه بقى في ده وسب في ده وفضايح لده، وتقول لها اصل انت امك مش عارفه السباك كان تحت السرير، اصل مش عارفه السواق كان تحت السرير، اصل انا مش عايزه اجيب اسماء بس ده كان جارك. طب ما انت كده فضحتيه يا حاجه، انت بتعملي يعني انت المفروض واحده تحزن على بنتها وتقعد بقى تستقر وتدعي لها بقى بالرحمه، بدل ما تقعدي تطلعي الغسيل الوسخ هنا او هنا وتقولي اصل جوزها عمل فيها كذا واصل هي مش عارفه عامله كذا. طب ما هي برضو المسلسل او برضو الاحداث بتقول ان هو كان متجوزها عرفي، وعشان تعلن جوازهم ابتزته بصور بينهم وبين بعضهم او فيديوهات كانت مصورها له في اوضه النوم، نفس الآفة بتاعتنا آفة اوضه النوم، عشان يعلن جوازهم. وهو وعدها بكده وبعد كده قتلها ودفنها زي ما احنا شفنا. يمكن في المسلسل في تشابه في الاحداث. انا بس عايز اقول كلمه واحده، المفروض يا جماعه ان الموت ليه حرمه، سواء بقى الجاني او المجني عليه، الموت ليه حرمه الموت ان احنا نحترمه، حرمه الموت ان انا مش كل ساعه والتانيه اطلع اشن على ده واشن على دي واحك في دي واحك في دي. انت كده تحولتي من واحده حزينه على بنتها لواحده جالها هوس الترند وعايزه تركب الترند من اوسع ابوابه، واحده عماله تحكي وعماله تقول وعماله تفسر، والناس طبعا دماغها بتودي وبتجيب، والناس بتبحث والناس بتدور. فبدل ما هيترحموا على بنتك ممكن بعد كده تلاقيهم هم نفسهم يقولوا دي تستاهل. يعني لدرجه ده في ناس من كتر، بس طبعا كوميكس من كتر ما اتضايقوا او من كتر ما زهقوا قال لك احنا مش عارفين ايمن سكت ليه، كان المفروض ياخدها معاه المزرعه مع بنتها شيماء ويخلص منها هي كمان. فانا والله العظيم ده نصيحه محب، اقعدي في بيتك يا حاجه واستقري في بيتك يا حاجه وادعي لبنتك بالرحمه ان ربنا يرحمها ويغفر لها ذنوبها، بدل ما انت طالعه تسوقي سمعه بنتك بطريقه غير مباشره وانت مش فاهمه الكلام ده، والترند راكبك والناس او المذيعين والصفحات عاملين لك زخم وعاملين لك البحر طحينه عشان تفضلي في الدوامه دي ما تخرجيش منها ابدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعه والكومنت والشير، واشوفكم على خير. سلام.